رجل الأعمال الثري اللي عنده 3 بنات ومستقر مع حياته وسعيد مع زوجته، في يوم فاجئها وقال لها إن أنا عايزة أجيب الولد اللي يورثني ويدير معايا أعمالي. الست كانت كبرت وما كانتش ممكن تقدر تخلف تاني، قال لها خلاص أنا هخلف من واحدة تانية وهتجوز. غضب غضب شديد ولكنه صمم على قراره واتجوز بالفعل. جاب واحدة وعيشها حياة ثرية ما كانتش هي في المستوى ده. وبعد ما جابت له الولد نقلها نقلة أكبر وأحسن، حياة ما كانتش تحلم بيها أبدا، سعيد بالولد. الزوجة لما شافت اللي هو عامله معاها أم الولد الغيرة خليتها غضبت وراحت عند أهلها. الزوج مع اللي عمله إن هو جاب البنات عنده في الفيلا مع أم الولد، ولكن البنات مش طايقين الست وكل كلامهم ضدها، وبدأوا يحاولوا إن هم يشككوه في سلوكها وفي أخلاقها، حتى شككوه إن الولد اللي معاها ده يكون ابنه. الزوج في يوم قرر بعد كلام البنات عن أمهم حننوا قلبه عليها، إنه قرر إن هو يجيب الست ويرجعها بيتها. قال لمراته أم الولد أنا هروح أجيب الزوجة وهغيب عنك أسبوع عشان أصلح أموري معاها. قالت له من حقك رجعها مع البنات. طبعا هي كان عايز تخلص من البنات اللي قاعدين معاها. رجع الزوجة وغاب مع زوجته ومع بناته يوم والتاني. 3 يوم لقى تليفون جاي له بيقول له زوجتك وجدناها في حجرتها متفحمة، جثة محروقة. الراجل أول حاجة سأل عنها طب والولد؟ قالوا له الولد بخير، كان مع الخادمة في أوضتها. راح الفيلا وجد الفيلا مليانة شرطة، ودخل على أوضة مراته لها فعلا متفحمة، ولجد إن الضباط كلهم بيبصوا له بصة غريبة. وأول حاجة قالوها له قتلتها ليه؟ قال لهم أنا هقتلها ليه؟ قالوا له إحنا كل تحرياتنا بتقول إن أنت كان بينك وبينها خلافات، وحتى إن أنت شكيت إن الولد دوت يبقى ولدك. الراجل كان منصعق، الكلام ده زي بتقولوه، دي أم ولدي أنا هقتلها ليه؟ قالوا لأ اتكلم واعترف وإحنا هنكون معاك، بس توصلنا للحقيقة، وإلا لو وصلنا لها من ناحية تانية صدقنا إحنا مش هنرحمك. الزوج صمم على إنه هو ما عملش حاجة وإنه كان مش موجود وإن الجريمة تمت في غيابه. قالوا له طب وماله؟ ما أنت ممكن برضه تبقى مش موجود وتبعت حد إنه ينفذها، وده بتحصل كتير. لازم تقول لنا إيه السبب وإلا إحنا هنوصل له. وبدأوا في تحرياتهم وبدأوا يسألوا القرايب، ووصلوا لحاجة ما كانتش تخطر على بالهم أبدا. والتقرير الطبي الشرعي أثبت حاجة ما كانتش تخطر على بال الضباط، وهي إن الزوجة دي تم خنقها قبل حرقها. وكان كل الكلام ده بيوجههم برضه يأكد إن اللي ممكن يكون موجود في البيت ويدخل بسهولة جدا ويعمل عملته هو الزوج. وبدأوا السؤال أهل الزوجة، كل الناس ما قالوش حاجة تفيد لغاية ما عرفوا إن هي ليها صديقة بنت عمها وكانت أقرب واحدة ليها، حتى إنها لما عرفت إيه اللي حصل للبنت أغمى عليها وتعبت ودخلت المستشفى. الضابط قرر إنه يروح لبنت عمها يمكن يلاقي عندها جديد، ولما وجدها وسمع كلامها قالت له انتوا كلكم بتشكوا في زوجها ده كان مش بحب لها جدا وكان بيعرفها من زمن، وحكاية ان هو عايز الولد دي كانت حجة عشان يتجوزها، لان زوجته ما تعرفش ان هو كان بيحبها من فترة، فمش ممكن زوجها يكون هو اللي ورا الموضوع ده. الضابط احتار، ده احنا كل شكوكنا ناحية الزوج، امال مين اللي عمل كده؟ طب الست انت بتكلمك كانت في حاجة في دماغها، في شكوك في دماغها من حد معين او من شخص معين. قالت له الحاجة الوحيدة اللي كانت بتشك فيها هي الخادمة، وإن الخادمة كانت بتدخل حد عندها في الفيلا، حتى إنها قالت لي إنها كذا مرة واقفة في البلكونة بتشوف خيالات أشخاص بتدخل الفيلا، وفي مرة دخلت على الخادمة لقيتها نايمة، لكن الخيالات ما بتتوقفش ودايما بتشوف حد غريب ماشي في الفيلا. الضابط العبقري خطر على باله فكرة، راح للخادمة وقال لها انت عارفة طبعا زي ما احنا عارفين ان الزوج كان بيشك في زوجته وانه خايف انه يكون ابنه مش منه، فكان مركب كاميرات في كل حتة وكشفت لنا كل حاجة حصلت في الفيلا. فانطقي كده واتكلمي وعرفينا ليه قتلت الست ديت، والا هنحطك في الاتهام متهم اصلي، من ساعتين هتبقي شاهد مالك. الست قالت
بسرعة. أيوة، أنا هقول لكم الحقيقة. أنا لي علاقة بواحد وكنت بجيبه الفيلا، وبعدين لما الزوج قال إن هو هيغيب أسبوع أنا خليته يجي يقعد معايا وقعدنا براحتنا، وما خدناش بالنا إن الزوجة جت وفتحت الباب علينا فجأة وشافتنا، ولما جت تصوت وتصرخ وتشتمنا أو تقول حاجة، الولد اللي كان معايا كتم نفسها، وفي كتمة نفسها اتخنقت لأنها وقعت وسطينا. قلت له ليه عملت كده؟ قال لها ولا يهمك، احنا هنخليها قضاء وقدر. ازاي؟ قال لها احنا هنطلعها الأوضة ونولع فيها، وانا هقطع أسلاك وتبان ان هي ماس كهربي ولع فيها. وفعلا شلناها وديناها لأوضتها وعمل إفعاليته وولعنا في الجثة عشان تبان ان هي ماس كهربي. بنقول اللي بيرتكب جريمة سهل عليه قوي انه يرتكب 2 و3، لأن الشيطان بيفضل معاه، بيفضل يوسوس له، لأن لقى واحد تلميذ نجيب بيسمع له وبينفذ طلباته، بيفضل معاه لغاية ما الاتنين يتقابلوا في وقت الهلاك، في وقت مفيهوش رجوع. فكركم باشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس على العامة والكل. نتقابل الفيديو القادم إن شاء الله. سلام.